إذا سألتني عن من هو أفضل كرتون قد شاهدته، سوف أجيبك وبكل اختصار: كرتون وقت المغامرة، لأن قصته رائعة ومتسلسلة وأحداثه محمسة جدا، والعديد من المزايا في هذه التحفة. وإلى جانب هذا النجاح الذي حققه الكرتون، فالاستوديوهات الأخرى تتسابق لأجل تقليد الكرتون وصنع شيء مماثل له، طمعا ورغبة في المال طبعا، وهذا الشيء يسمى بالتقليد بطريقة غير مباشرة. لذلك في هذا المقطع سوف أعرض لكم مجموعة من الكراتين التي قلدت ونسخت قصة كراتين أخرى، وليس الرسم أو شيء من هذا القبيل، سنرصد القصة فقط بحثا عن هذا التقليد. بداية مع كرتون وقت المغامرة الذي اكتسح هذا المجال في السنوات الماضية بشكل كبير، إذ أن العرض تميز بحلقاته الغامضة التي كانت تعطينا طابع التحقيق والتدقيق في الأحداث لإيجاد جواب للأسئلة المحيرة. وزد عن هذا فإن الكرتون قد حصد جمهورا واسعا من مختلف بقاع العالم، وجلنا قد أحب واستمتع بمشاهدته. ويا كما توقعتم، فإن مقلد هذا العرض الرائع هو كرتون آخر اسمه لاكي بي. ولكن مهلا قبل أن نحكم عليه هل هو مقلد أم لا، سوف نقوم بمقارنة بسيطة بين كلا العرضين. وقت المغامرة يحكي عن قصة الفتى فين وحيوانه الأليف السحري جيك، ولاكي بي نفس الشيء تماما، فتى مع حماره. راحت هيبتك يا جيك. وأيضا وقت المغامرة تميز بأحداثه في أرديو السحرية الغريبة، ولكن بي أيضا هو كذلك. والدليل القاطع عن تقليد هذا العرض لوقت المغامرة هو أن كلا من جيك وهذا الحمار لديهم قوة تمدد السحرية. وأيضا لو استمعتم إلى مقدمة أغنية كلا العرضين فستجدون أنهم نفس الشيء. استمعوا بأنفسكم. التالي معنا ومعاكم كرتون لطالما كان محبوبا ولا زال بالفعل كذلك عندنا. نعم، إنه هو كرتون عالم غامبول المدهش. حرفيا هذا الكرتون كان أسطوريا من كل النواحي بمعنى الكلمة. القصة روعة والشخصيات أروع، الرسم ولا أروع كذا، ولقى الكرتون دعما كبيرا من طرف الصغار والكبار، وكان بمثابة شيء عظيم لكرتون نتورك في السنوات الماضية. وياه فهذا الكرتون حظى بالنسخ واللصق، وإن لم يكن كلكم فأغلبكم قد سمع بكرتون آخر اسمه ميراكل ستار، والذي قلد كرتون عالم غامبول المدهش بشكل كبير جدا من كل النواحي، من الشخصيات والأحداث وكل شيء فيها كلا العرضين متشابه. وأيضا فقناة كرتون نتورك سخرت منهم وصنعت حلقة خاصة تسخر فيها على هذا الكرتون. الآن مع كرتون مشكوك فيه أنه يقلد كرتون ميراكوليس الدعسوق والقط الأسود. نعم، إنه الكرتون الذي صدر في أواخر هذه السنة بعنوان جيد آرمور. والآن سنعرف ونفصل وندقق في هذا الكرتون ونكتشف هل هو يقلد بالفعل أم أنها مجرد خرافة لإثارة الشبهات. أوكي، دعونا نوازن بين كلا العرضين، جيد آرمور وميراكوليس. وسوف نبتدئ أولا بالقصة. القصة لا تشبه أبدا قصة ميراكوليس، فقط في شيء واحد فقط مشبوه. أنتم بأنفسكم قولوا مع أنفسكم هل أن هذا الشيء حق أم لا. أوكي، الأمر المتكرر هو الشرير. أنا أعني أن شرير ميراكوليس هوكموث بمفرده، كما الحال مع الشرير جيد آرمور، وكذا كلاهما يبحثان عن شيء محدد. هوكموث يبحث عن الميراكوليس وجمعها، وأيضا جيد آرمور الشرير يبحث عن الشظايا لدرعه. أوكي، هذا مشبوه نوعا ما، لكن دعونا نغوص أكثر فأكثر في هذان العرضان، ودعونا نلقي نظرة عن التحول في ميراكوليس الدعسوقة
أو أي من مستخدمي الميراكوليس يتحولون عن طريق حيواناتهم الأليفة، ونفس الشيء في جيد أرمر. فلام جون تستعمل الحيوانات الخاصة بها للحصول على التحول، وأيضا فكل من أصدقاء لام جون يعرفون هويتها، لكن في الميراكوليس الهوية غير معروفة، مع أنها واضحة وضوح الشمس، وثبت علميا ومنطقيا أن سكان باريس أعمياء. المهم، أنا لن أقول أن الكرتون يقلد أو لا يقلد، هذا ما سوف تجيبون عليه أنتم بأنفسكم في التعاليق، وسوف أرى آراءكم المختلفة. وبس، كان هذا هو مقطعنا لليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا للمزيد من هذا المحتوى. كان معكم أخوكم محمد من قناة المحقق تونز، والسلام عليكم.